السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهاردة عملنا حلو بجد، حلو جدا وسهل وبسيط، ومكوناته ان شاء الله متوفرة في كل بيت. شوية لبن وشوية دقيق ومعلقتين من الكاكاو والسكر حسب الرغبة. بجد هتاخدي احلى حلو في 10 دقايق. معايا كوبايتين كبار من الحليب بالمج اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. انا معايره بيه كوبايتين كبار من الحليب. معايا الدقيق ده منخول كويس، هاخد منه 5 معالق كبار من الدقيق. هاخد 4 معالق كبار برضو من السكر. السكر ده حسب الرغبة، تقدري تخليهم معلقتين وتقدري تخليهم 3. كيس من الفانيليا. لازم نقلب كده كويس الدقيق عشان خاطر يفك معانا، ما يكتلش في قلب الحليب. انا مشغله النار، مفيش اي مشكله، تقدري تعملي المكونات دي على البارد وبعد كده ترفعي على النار اللي يريحك. حطيت معلقتين كبار من الكاكاو خام او محلى المتوفر عندك. مكعب من الزبده، مكعبين كده كبار من الشوكولاته. الزبده والشوكولاته اضافه، تقدري تستغني عنهم. ولو عندك معلقه سمنه تكون حلوه كده بلدي صغيره تحطي معلقه، مفيش مشكله. بصوا الخليط زي ما انتم شايفين اهو، ناعم جدا وحلو قوي، بس لسه خفيف ولسه الدقيق ما استواش معاه. لازم الدقيق يبقبق معاكي عشان خاطر يستوي زي البشاميل كده. عايزه اقول لكم كان حلو حلاوه مش طبيعيه، بجد كان طعمه حلو قوي وهيعجبكم ان شاء الله. بعد الخليط ما بقبق معايا كده بجيب البايركس بتاعي وانزل بيه الخليط بتاعي كده فيه. تقدري تعملي في كاسات صغيرة، في بولات، في اي حاجة عندك تقدري تقدمي فيها. تمام. هنسيب الطبقة الاولانية تبرد ونعمل الطبقة التانية. برضو كوبايتين كبار من الحليب. الكوبايتين الكبار دول بيعادلوا نص كيلو من اللبن. كيس من الفانيليا، 4 معالق من السكر. تقليبة حلوة كده عشان خاطر الخليط يبقى كريمي معانا وما يخرصش معانا. انا بشتغل والنار شغالة عادي، مفيش مشكلة. لو انتي قلقانة تقدري تعملي على البارد وبعد كده ترفعي على النار، يعني تدوبي على البارد وترفعي على النار على طول مع التقليب المستمر. مكعب برضو من الزبدة. عايزة اقول لكم ان الزبدة بتفرق في الحاجات اللي زي كده، بتدي طعم حلو قوي. هنا قطعة شوكولاتة بيضة، بس كانت عندي شوكولاتة اللي هي ايه، النوتيلا، ما كانش عندي اللي هي القطع، فبرضو ادت الغرض وادت طعم حلو قوي برضو، مفيش مشكلة. بصوا الخليط برضو خفيف اهو، لسه هيتقل معانا. بس انا بوريكم ان الخليط لازم يكون ناعم كده ما يخرصش معاكي. هنا انا بقول لكم برضو لازم نقلب ونستنى لما يبقبق معانا عشان خاطر الدقيق. بصوا البقبقه دي كده الدقيق استوى. انا ما حطيتش الخليط الاولاني في التلاجة، لا انا سبته على الرخامه، هو شد مع نفسه وبرد، وعقبال ما عملت التاني كان برد. بضيف التاني عليه. الطبقه دي طبقه شوكولاته. تقدري تعملي شوكولاته في البيت في الخلاط عادي، او لو عندك شوكولاته جاهزه زي اللي عندي دي تقدري تحطيها. تمام. لو ما عندكيش تقدري تعملي نص كوبايه من الحليب، نص كوبايه من السكر، مع معلقتين من الكاكاو، مع نص كوبايه من الزيت، وتضربيهم في الخلاط. هيطلع معاكي احلى صوص شوكولاته بيتي حلو قوي. نسوي كده الخليط وهندخلها التلاجة حوالي نص ساعة. هتبصوا تلاقوها جمدت معاكم وتقدموها على طول. انا حبيت برضو اكسر اللون شوية، فعندي شوكولاتة بيضة حطيتها كده ايه على الوش كده. هنا خلاص بعد ما جمدت في التلاجة، هي مش بتطلع قطع سليمة، هي بتطلع كده كريمي. فزي ما تطلع معاك، يعني ما تقوليش ان محمد مخرجاها كده دي سايحة معايا دي مش عارفة، لا هي كريمي. فزي ما تقطعيها وتطلع معاك هي هتتاكل.
بصوا كريم ازاي، طعمها حلو جدا جدا، هتعجبهم ان شاء الله. يا رب الفيديو يعجبكم، وجربوا الوصفة سهلة وبسيطة ومقاديرها في كل بيت. ما تنسينيش في لايك واشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد بأمر الله.